صباح الخير، يا رب تكونوا جميعا بخير وبأتم صحة وانتوا بتشوفوني النهاردة. ناسيين احنا الزلابية ومركزين مع القطايف ومع البسبوسة والكنافة، مع ان هي من الحلويات الاقتصادية جدا اللي ما بتحتاجش مكونات كتير ولا قشطة ولا مكسرات ولا تجهيز اصلا كتير، بتبقى بسيطة جدا. ودي كانت من اول الوصفات اللي انا عملتها هي الزلابية، فانا اضمن لكم وصفة ناجحة باذن الله. في الاول هنعمل الشربات. انا بعمل كمية كبيرة من الشربات وبحفظها عندي في التلاجة لاي نوع، يعني حلويات شرقية بتحتاج شربات تقيل. باستثناء طبعا البسبوسة شربتها بيتعمل في وقته. فبعمل 2 كيلو من السكر على كيلو من المية أو لتر من المية. تقدروا تعملوا 4 كوبايات سكر على كوبايتين من المية. أنا بعمل السكر ده في المية عشان أنا يعني بفضل الحلويات تبقى مقرمشة. فالقرمشة دي جزء منها بيساعد يعني في قرمشتها ان الشربات يبقى تقيل، والتقل دوت بيجي من ان السكر بيبقى ضعف المية. بس كده ببدأ اني انا احط المية داير داير من بره لجوه، علشان لو في اي سكر من بره يدخل معايا في المية، علشان انا لا هحط سكر جلوكوز ولا هحط عسل نحل، لان دول بيساعدوا ان الشربات ما يسكرش معايا. يعني لما بيخلص بيتحول كده لحبيبات سكر. فعشان ده ما يحصلش ببدأ ان انا اشيل الاطراف السكر اللي بره، مش بقلب خالص، بحط كل المكونات على البارد وبعصر عصرة ليمونة وبحطها بقى على النار. واول ما تغلي بديها تقليبة، ولو في اي ريم من السكر بيبقى بره بيبقى فوق كده بشيله. ولما بيهدى خالص ببدأ اني انا اشيل اللي انا محتاجاه على جنب واحط الباقي في ازازة او اي في برطمان في التلاجة. كده الشربات خلص. بعد كده هبدأ في وصفة القطايف. كل اللي هحتاجه للقطايف هي كوبايتين من الدقيق، والكوبايتين دول هيعملوا كمية كبيرة جدا. هعمل كوبايتين من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا، وكمان زيهم معلقتين كبار من حليب البودر. وبعد كده بضيف معلقتين كبار من السكر. يعني كل كوباية دقيق، يعني على أساس لو حابين ان انتوا تضاعفوا المقادير او تزودوا عن كده، كل كوباية دقيقة ليها معلقة. وبعد كده بحط معلقة كبيرة من الكاسترد. والكاسترد لو مش متوفر ممكن تلغوه خالص وتضيفوا معلقة نشا زيادة، بدل معلقتين يبقوا 3. وفي الآخر حطيت معلقة ممسوحة كبيرة من الخميرة. بعد كده هضيف معلقتين من زيت، معلقتين كبار برضو من الزيت، وببدأ اني انا اقلبهم كده مع بعض بالشوكة. وهبدأ بقى في الوقت ده أضيف المية بتبقى عندي مية فترة عادي، أو يعني مايلة للدفيان بسيط، أو مية من الحنفية عادي. بضيف حاجة حاجة كده وبقلب. ويعني يفضل بعد كده ان احنا نستخدم ايدينا. هضيف الجزء التاني من المية وهبدأ بقى في الوقت ده أعجن بإيديا. عجينة الزلابية هي ما تعتبرش عجينة قوي، يعني ما تبقاش متماسكة او سميكة، بتبقى عجينة سايلة. فمش بتبقى يعني مش متعبة لينا واحنا بنعجنها. فيستحسن ان احنا نستخدم ايدينا، لان هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتضمن لك ان انتي تاخدي زلابية ناجحة في الاخر. فبنلغي بقى فكرة الشوكة خالص وبنبدأ ان احنا نستخدم ايدينا. بنبدأ نعجن كويس قوي قوي قوي. في البداية كده لو اخدتوا بالكم من العجينة هتلاقي فيه حبيبات ولسه مش طري، ولو حاولتوا ان انتوا تاخدوا قطعة وترفعوها لفوق هتلاقيها ان هي بتتقطع منكم، يعني مش متصلة كده ببعض. احنا بقى محتاجين نعجن كويس جدا عجينة الزلابية دي عشان نحصل على العرق بتاع العجن. يعني يبقى العجينة كده لما بترفعيها تشوفوها بعد شوية في الفيديو، لما بترفعيها بتبقى نازلة متصلة، يعني ماسكة نفسها ونازلة. بس كده، فعشان كده انا بقولك اهتمي بمرحلة العجن دي جدا، وبعد كده هتاخدي زلابية ناجحة بإذن الله. تبدأي ان انتي تربي فيها كويس جدا كده بايديكي. انا ما حبيتش اسرع او اقطع في الفيديو عشان تشوفي بالظبط الطريقه، لان هي زي ما قلتلك دي اساس العجينه. بصي العجينه اتحولت تماما من عجينه مليانه حبيبات وتخينه كده وشكلها مش لطيف لعجينه ملساء وجميله. هتشوفوني وانا برفعها دلوقتي. بصي العجينه هي دي المطه اللي انا بقولكوا عليها، بتبقى نازله كلها على بعضها. بعد ما بديها بقى حقها في العجن ببدأ اني انا اغطيها ببلاستيك، وكمان بغطيها بأي فوطة عندي، وبحطها في مكان
يعني بحطها في اي مكان عندي لحد ما تخمر وتتضاعف حجمها زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده ببدأ اني انا احط الزيت على النار، مش عايزاه يبقى حامي قوي، عايزاه يبقى درجة حرارة متوسطة. ببدأ اني انا بايديا بقى اشيل كل الخمر من العجينة، بشيله باني انا بقعد اعجن في العجينة كل فترة. يعني لما كل حتى بين المعلقة والتانية لما انزلها في الزيت برضو ايديا بتبقى شغالة في العجينة. ببدأ امسح المعلقة، انا بستخدم معلقة المعيارية او اي معلقة، الحقيقة ان الطريقة دي بتبقى بالنسبة لي حلوة قوي. ببدأ احط قطعة من العجين، اختبر الزيت، بحط فيه قطعة، واول ما القطعة دي ترفع لفوق خلاص انا بعرف ان الزيت وقتها جاهز ان هو يستقبل باقي العجن. ببدأ بقى زي ما انتم شايفين بايديا كده اخد قطعة من الخميرة، اشيل الخمر الاول من العجينة بان انا اعجنها شوية، وبعد كده احط المعلقة في الزيت، وبعد كده اضغط بايديا على العجينة واحط واخد بالمعلقة احط في الزيت. اول طاسة انا مش بحط فيها كتير، يعني الزيت ما بيبقاش واصل لدرجة يعني الصحيحة قوي، فبحط حبة صغيرين، واول ما بياخدوا لون اصفر كده بشيله لاني انا هعملهم على مرتين. وببدأ بقى نفس التكنيك دوت اعمل بيه، احط المعلقة في الزيت، اخد بالمعلقة كاملة عشان يطلع لي الدواير المظبوطة دي. واول ما مش بملى الحلة قوي او مش بملى الزيت قوي، وضروري الزيت يبقى غزير يعني مش زي القطايف ومش زي اي حاجة تانية. وبخلص بقى كل الكمية بتاعتي دي وبسيبها بس تهدى شوية، وبعد كده ببدأ انزل بيها تاني في الزيت. الكمية بتبقى في الحلة أكتر شوية من المرة الأولانية. أهم خطوة بقى عشان تاخدي لون متساوي للزلابية إن إيدك تبقى فيها دايما، يعني ما ينفعش تسيبيها وتعملي أي حاجة تانية، لازم تفضلي مستمرية في التقليب على علشان تاخدي اللون اللي انت شايفاه دوت، لون متساوي في كل الزلابية، يعني مش حتة فاتحة أو حتة غامقة. بس كده ببدأ اني انا اعمل بقى كل الزلابية بالطريقة دي. وبعد كده بقى يعني انا بالنسبه لي بحبها بالسكر، فبرش على جزء منها سكر، وبعد كده بحط فيها في الشربات. انا مش بخليها كتير خالص في الشربات، يعني لو لاحظتوا ان انا شلتها الاول من الزيت حطيتها في صينيه، ما حطيتهاش على طول في الشربات، لان هي لما بتشرب شربات كتيره بتبقى يعني مش بتبقى حلوه خالص، والقرشه اللي بتبقى من بره دي ما بتبقاش موجوده. فمجرد ما هي بس تاخد الشربات كده بسيط بشيلها تاني وبقدمها بقى. يعني السادة دي بحط عليها شوية فستق مطحون، وبصوا يعني جمالها بتبقى جميلة جدا، من جوه بتبقى مليانة هوا ومفرغة، مش بتبقى مكتومة أبدا. وكمان الزلابية اللي بعسل بتبقى من بره مقرمشة ومن جوه طرية. أتمنى ان انتوا تجربوها بالطريقة دي وبكل النصايح اللي احنا قلناها في الفيديو، وإن شاء الله أنا واثقة إنها تنجح معاكم من أول مرة، وبألف هنا وشفا.